اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم الناس الكل على قناتي فوق كويزين. إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتدعموني بكومنتاراتكم ولايكاتكم وتشجعوني باش نعمل فيديوهات أخرين إن شاء الله. بالنسبة اليوم باش نشارك معكم نهاري كامل كيفاش تعدى وطريقتي في تمليح الزيتون هذا لكحل من غير ماء. بالطبيعة غسلته وخليته يستقطر، ومن بعد حطيت له كمية باهية من الملح الخشين، وحطيته في طرف متاع قماش والا مخدة نظيفة، وحطيته في قصعة وحطيت عليه صحن باش نحطه يستقطر وباش نحط فوقه حجر زينة. حاولت لهنا نقرب بالطريقة اللي تملح بها حماتي، لكن احنا معناش لهنا باش تدخل حجرة كبيرة تحطها فوق الزيتون تقولك شنو هذا مدخلها البلاصة شنو باش يعمل بها. انا عندي لهنا ذوك متاع لونترينمون واحدة فيها 5 كيلو، حطيتهم عليهم عم فوق الزيتون من فوق، وصحن من له الماء اللي يهبط ساعة ساعة نتفقدو ونحيوه الماء باش يضغط لنا على الزيتون ويتكمش ويخرج منه الماء الكل مدة 9 أيام تقريبا. بالطبيعة الملح يعاونو باش يزيد يتكمش. الملح الكمية الباهية اللي حطيتها فيه ملح أحرج، صفيته هكا في كاسكاس وخليت هكا جوست شوية بركة فيه ملح، ما خليهوش باش ما يبداش مالح برشا. ولهنا خذيت زيت عادي دهنتو بيه، نحاول ندهن الزيتون متاعي الكل بالكدا بالكدا بالزيت، زيت نباتي عادي، خاطر زيت زيتونة إذا كان باش تحطه في الفريجيدير راهو باش يجمدلك. وعبيته لهنا في دبابز نضاف بالطبيعة معقمين، وباش نحطه في الفريجيدير ونجبد نستعمل منه يجي بنين بنين على الاخر. سورتو الزيتون هذايا حتى كي تنحيه من الشجرة معناتها مازال ني والذوق وراه ما فيهوش المرارة، فيه كلوحية في الاخر بالكل اما ماهوش مر. دونك الزيتون متاعو راهو يجي ما شاء الله. هذه كانت الوصفه متاع الزيتون متاعي، حطيته على جنب وبديت ننظف لهنا في الكوجينه، نظفت الغاز، عملت الفايونس اللي بجنب الغاز وعملت الاوت، وقلت خليني نحط شويه بطاطا نصمتهم. في البروجرام مانيش باش نقعد في الدار نهز الصغار لبرا، بما انه قمت لقيتها شمس حطيت البطاطا تصمت على جنب، قلت باش نعمل بها حاجه للعشاء اما نعملها قبل ما نخرج باش ما نروحش نقعد تاعبه وكل ما شيء. لهنا درت البارتي الاخرى اللي فيها لافابو، بدلت شويه هكا الديكور، حطيت الحكوك ورا العجينه باش ما يشدوليش بلاصه. عملت البرودوي لهنا في اللافابو الكل وحكيته مليح مليح. السباله نحكها زاده، انا ديما نعدي عليه لافابو كل ما نغسل الماعون لازم باش نعدي عليه، اما الحكه هذيا ونشفه ما نخليش فيه الماء، نشفه على الاخر يقعد من بعد يلمع، تعجبني على الاخر. لازم هذيك نعملها مريره في الجمعه نشفه، خاصه كي نبدا بعده هو ما عنديش باش نطيب حاجه اخرى باش نخرج، يعني لافابو يشيح في عقله ويقضي يعطيك اللمعه المزيانه. كملت لهنا الكوجينه متاعي كما قلت لكم، حبيت نطيب قبل ما نخرج حاجه خفيفه، قلت نعمل جراتان بالبطاطا هذيك، نعمل جراتان وما عينيش باش نطيب حاجه اخرى، لا نعمل دجاج لا حتى شيء فيه من داخل، قلت برا نعمله بالطن، حاجه خفيفه وسهله وفي نفس الوقت بنينه، مع شويه سلطه، عندي سلطه ديجا مقصوصه من البارح وعندي شويه سلطه مكحوريه. قلت كي نروح ما نقعدش واقفه في الكوجينه. بالنسبه للفطور هزيت من الدار كل شيء، جوست ناقصني بركة الطن، شريت من السوبر مارشي وعملت للصغار تاعي بعد ما تصمتت وجبن، رفستها هكايا شوية بفرشيتها ولا بأي حاجة، نرفسوها مليح مليح. وباش ناخد البيريكس هذه متاعي، تاخو أي بيريكس عندك، أي مول أي حاجة عندك تتحط في الفور، وباش نحط نص الكمية متاع البطاطا لهنا. بالنسبة للبطاطا راني كي حطيت نص متفاح، حتى لها شوية كيلو زعتر وشوية ملح. تنجموا تحطوا زاد الكركم يجيكم البطاطا لونها معناتها يجيك الجراتان اصفر، اصفر ماهوش لونه هكايا. وزعتها هكايا بالتساوي بشوي بشويه، وخليت نص الكميه لهنا، حطيت شويه فلفل اكحل نورمالمون نحطه في الخليط نتاع البطاطا، وشويه زيت زيتونه هكا قطرات من زيت زيتونه باش ما تجينيش البطاطا متاعي شايحه. باش نخلي شطر هذايا على جنب، وباش نمشي نعمل صوص، نعمل الحشو من داخل باش نحطه كيما قلت لكم في الجراتان. اما ما عينيش باش نطيب لا اللحم لا نجبد اللحم من الكونجيلاتور لا دجاج لا حتى شيء، قلت نعمل باسهل حاجه. حتى البصل ما لقيتش عندي البصل الابيض، لقيت هذايا الاحمر استعملته، عملت بصلتين كبار قصيتهم خاطر باش يذبلوا باش يوليوا شويه، معناتها كل ما تكثروا البصل يجيكم الحشو من داخل يجيكم معبيه بالحشو. ذبلتهم لهنا مليح مليح، ما زدتهمش لا ماء لا حتى شيء، على نار متوسطة، ما نحبش على نار هادية باش ما يخرجليش البصل الماء نتاعو. وباش نحط لهنا فلفل اكحل، شوية فلفل اكحل شوية كركم، ونخلط الكل مع بعضه. لهنا خذيت حكة الطن حطيتها في البصل متاعي بعد ما ذبل،
وباش نزيد عليه معدنوس. في المرحله هذيا مانيش باش نطيب راهو لا الطن لا المعدنوس، جوست باش نحطهم ونطفي الغاز. حاجتي بالسخانه هذيك اللي في المقله باش تدبري المعدنوس، خاطر ديجا انا خرجته من الكونجيلاتور ديجا في ساعه يذبل. نحرك هكا بالكدا ومن بعد باش نصب الخليط ديريكت، مش مشكل نصبو سخون، مش كيما باش تستعملوا في بات ولا حاجه، يلزمو يبدا بارد باش نصبو ديريكت على البطاطا نتاعي اللي حطيتها الشطر نتاعها في البيريكس هذيا. وحطيت لهنا شويه موتزاريلا، ما صورتليش، شويه بركه موتزاريلا، البقيه باش نحطهم من بعد من فوق البطاطا. لهنا تقريبا حطيت زاده مغرفتين جبن مرحي. في المرحله هذه تنجموا تحطوا جبن توابع، حطوا اي نوع جبن عندكم من داخل يبنن ويعطيها هكاك التكستور. كاينك تقص في البيتزا من داخل، يعني قد ما تكثروا جبونات من داخل راهي تجيكم بنينه ابن من انا عملتها، يعني شويه بركه موتزاريلا وشويه جبن مرحي. ديجا حتى جبن التوابع يجي ياسر بنين فيها. لهنا حطيت لها شويه جبن مرحي من فوق وشي موتزاريلا ولفيتها، حطيتها على جنب. دوب ما نروح ندخل نسخن الفور ونحطها للفور، يكون العشاء يحضر من با 10 دقائق يذوبوا الجبونات، على خاطر البطاطا طايبه وكل شيء طايب من داخل، البصل كل شيء طايب. دونك جوست الجبونات يذوبوا كهو. كما قلت لكم برمجتك لقيتها كي تقص به، قلت برا نخرج الصغار ملي روحنا من تونس ما خرجوش تفرهدوا. مشيت لهنا السنتر فيه كل شيء، فيه حوانت، فيه وين تشرب قهوة، فيه ديجا الألعاب هذيا هكا شوية مهمش برشا يركبوا فيهم الصغار وما يتفرهدوا شوية. وبالطبيعة كما تعرفوا الصغار اللي راهو يحبوا يركبوا فيه ما يحبوش يركبوا في وحدة بركة. لعبوا شوية، شربنا قهوة وحررنا الوقت. من بعد مشينا للبلاصة هذيا. ديجا النهار من كثر ما هو سخون لقينا العباد اتعوم. هذا ديجا نحكي لكم الجمعة اللي فاتت، أي الجمعة اللي فاتت العباد تعوم لقيناها نهار سخون سخون على الاخر. شيخ والصغار اتفرهدوا لعبوا وعملوا جو. ومقابل البلاصة هذية وين قعدت أنا قد مقابلها معناتها باركو جوكو، مقابلها فيه برشا ألعاب يلعبوا يعملوا جو الصغار كيما المناج يلعبوا يعملوا فيه جو. دونك انت تحب تقعد لهنا ترتاح، والصغار يلعبوا زاد تهزهم يلعبوا، معناتها حتى الكبار يتفرهدوا لهنا يقعدوا يستمتعوا بالشميسة. هكا يخزروا لوجه ربي، يشوفوا وجه ربي. لهنا كما تراو نحاو بلوزاناتهم سخونة، نهار كما قلت لكم سخون جاي على الاخر. خليتهم يلعبوا وجيت لهنا. انا لهنا قعدت هكا على راحتي، عملت لهم هكا ساندويتشات اكلاوهم وتفرهدوا. وبعديك هزينا رواحنا وروحنا. دوب ما دخلت للدار سخنت الفور وحطيت الجراتان متاعي تيب طاب كما قلت لكم من با 10 12 دقيقة طاب ذابت جبونات. وقصيته حطيت معاه السلطه اللي قلت لكم عندي سلطه، ومعاها شويه سلطه مكحوريه. وكان العشاء متاعنا خفيف وساهل وبنين زاده في نفس الوقت، جات بنينه على الاخر. جربوها الريسيت. وبالطبيعه على الحشو من داخل تنجموا تحطوا اللي تحبوا وتزيدوا اللي تحبوا وتبدلوا تعملوها بشويه سكالوب، عندكم فضلكم شويه سكالوب شويه زر متاع الدجاج اللي تحبوا انتوما تعملوا به الحشو متاع الجراتان متاع البطاطا متاعكم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم، وان شاء الله نكون فتكم حتى ولو بدبارة، حتى ولو هكا ببروجرام متاع نهار هكا تحب تخرج تعمل حاجة تحضرها قبل ما تخرج. تفرهد الصغيرات، حاجة سهلة مهلة لا فيها لا لحم لا دجاج. وما بقى لي كان باش نقول لكم نتقابلوا في فيديو اخر ان شاء الله، وبسلامة.